فطار وعشاء، اركو بايركس واركوبال، صيني وميلامين، تشكيله كبيره جدا من الاطباق كفيله تتوه اي عروسه فيهم. يعني اي عروسه وهي رايحه تشتري ما بتبقاش عارفه ايه الفرق ما بينهم، وكمان ما بتبقاش عارفه ايه اللي ليه لازمه وايه اللي ملوش لازمه. في الفيديو ده انا هشرح لكم بالتفاصيل ايه الفرق ما بينهم وايه اللي ليه لازمه وايه اللي ملوش لازمه، ممكن ما تجيبهوش او تاجليه كمان. بس قبل ما نبدا الفيديو يا ريت نعمل لايك ونعمل شير للفيديو ده لانه مهم جدا وكل العرايس محتاجاه ومستنياه. طبعا انا اديني جبت لكم القلم وادي الورقه بتاعتنا وهنبدا مع بعض درس تجهيز الاطباق. يلا بينا. عندنا الاطباق متقسمه لقسمين، عندنا قسم المطبخ وقسم النيش. واول حاجه في الاطباق في قسم المطبخ هنبدا بيها هي الميلامين. الميلامين يا جماعه معانا يعتبر من اهم اللطقم اللي بتيجي في المطبخ، لان الميلامين يعتبر من اللطقم العمليه قوي وكمان اللطقم الكويسه جدا، بس نجيبها صح. وعشان نجيبها صح لازم نجيبه ميلامين بيور 100%. وعندنا انواع كتير جدا كويسه مثلا زي الميلامين الماليزي، وعندنا ميلامين الشريف، وعندنا اكسفورد، وعندنا الغرباوي، وعندنا ميلامين طيبه. كل دي ميلامينات كويسه جدا وممتازه وبيور 100%. عندنا اطقم الميلامين بتعتبر كلها اطباق بس، يعني احنا بنحتاجه في المطبخ فبالتالي بيكفي كل احتياجاتنا، بنقدر نقدمه على السفره وبنستفاد بكل قطعه فيه. زائد الميلامين البيور ممكن ندخله الميكروويف وده بيبقى حلو جدا. كمان الميلامين يا جماعه بيستحمل درجه حراره لحد درجه حراره 120 درجه، ده لو ميلامين بيور. دي اول حاجه في المطبخ. اما تاني حاجه عندنا في المطبخ وهو طقم الاركوبال. طقم الاركوبال يا جماعه يعتبر من حاجات المطبخ الاساسيه برضو، ده لان اللون بتاع الاركوبال بيبقى لون جواه، يعني هو لون الازاز ذات نفسه ده لون منه فيه، فعشان كده هو بيستحمل جدا. لما بنجيب اركوبال كويس او براند معروف يا جماعه في الاركوبال بيبقى حلو قوي، وكمان نقدر ندخله في الميكروويف ويستحمل درجه حراره ازيد من 120 كمان. زائد ان الاركوبال بيبقى كله اطباقه عمليه، وكمان ضايفين فيه فناجيل قهوه وفناجيل شاي واطباق جاتوه، فبالتالي طقم كمان اضافي للمطبخ. ده في حاله لو انت مش عايزه تجيبي طقم قهوه او غيره وتستفيدي من القطع بتاعته، هتستفادي بيه حلو قوي في المطبخ. زائد ان هو صحي جدا، الاركوبال من الحاجات الصحيه جدا. اما ثالث طقم معانا وهو طقم العشاء. طب احنا ليه بنقول عليه طقم العشاء؟ طقم العشاء يا جماعه ده اسم افتكاسه مننا، لكن هو اسمه طقم بورسلين. الطقم البورسلين ده هو عباره عن اطباق بس، بيبقى متوسط عدده 24 قطعه، في منه بيوصل ل 33 قطعه وفي بيبقى 18 قطعه، بس الاساسي بتاعه 24 طبق. طب الازيد من كده ممكن يحطوا معاه 6 مجات، ودي بتبقى حاجه اضافيه ممكن ملهاش لازمه. لكن اللي يهمنا في الطقم البورسلين ده ان هو يا جماعه بيبقى طقم كله اطباق. زائد بقى ان البورسلين ده تقريبا بيعمل كل حاجه. يعني عايز اقول لكم ان طقم البورسلين بيتحط على النار المباشره، بيخش الفرن، بيخش الميكروويف، بيخش غساله الاطباق، فبالتالي حلو جدا لاستخداماتنا، صحي جدا، وكمان بيحتفظ بدرجه الحراره لفتره طويله جدا. يعني لو الطقم ده انتوا حطيتوا فيه مثلا طبيخ او حطيتوا فيه شوربه وحطيتوه على السفره، يفضل من اول العزومه لاخرها محتفظ بدرجه الحراره وما بيبردش، فعشان كده هو طقم حلو جدا، وانا دي من اللطقم اللي انا بنصح بيها. يعني احنا لو هنستغنى عن طقم من الثلاث تطقم في المطبخ، احنا ليكم الاختيار. لو عايزين الطقم الكبير يبقى انتوا هتسيبوا طقم الاركوبال عشان تستفادوا بالفناجيل، لكن لو انتوا جبتوا فناجيل ومجات كتير يبقى هنلغي الاركوبال وهنجيب طقم الميلامين وهنجيب طقم العشاء. ده زائد كمان ان اللطقم العشاء بيبقى فيها اشكال وموديلات الايام دي بتبقى حلوه جدا وموديلات جميله جدا، وهتلاقونا برده منزلينها على الصفحه. اما نخش للجزء الثاني وهو جزء النيش. طبعا اول حاجه عندنا وهي من المقدسات عند الشعب المصري طبعا، وهي طقم الصيني. طقم الصيني يعتبر عندنا مش بس طقم احنا بنجيبه نستخدمه او بنجيبه نعينه، ده طقم يعتبر من المقدسات. ما ينفعش عروسه ما تجيبش طقم صيني، انا ما اعرفش ليه بس هو ما ينفعش عروسه ما تجيبش طقم صيني. فبالتالي الصيني برده لازم نجيبه حاجه كويسه وتكون بورسلين، علشان لو حبينا في وقت من الاوقات وعندنا عزومه طلعنا الطقم نستخدمه، نعرف نستخدمه ونستفاد بيه. يعني ايه طقم صيني؟ هو صيني برده، هو مش اسمه صيني، هو اسمه طقم سفره. الماده بتاعته بيبقى المفروض معمول من البورسلين، وده اللي لازم ناكد من المكان اللي احنا شاريين منه او نعرف نشتريه ازاي بورسلين، ان البورسلين نفس خصائص طقم العشاء اللي احنا بنجيبه، بس ده بيبقى عدده كبير 66 قطعه، في من كل عدد الاطباق ستات، زائد ان هو بيبقى فيه سلطانيه بغطا وسلطانيه من غير غطا. طقم الصيني البورسلين ممكن نحطه على النار عادي جدا، زائد ان احنا ممكن نحطه في الفرن والميكروويف وغساله الاطباق، بيستحمل معانا كل ده. طبعا الصيني الكويس المهم ان هو يكون من البورسلين مش من الخزف، ده لان البورسلين بيستحمل. اما الصيني اللي هو الرخيص او التقيل قوي للدرجه المبالغ فيها ده بيبقى من الخزف. لكن البورسلين يا جماعه ممكن نلاقي فيه منه بعض البراندات تقيله شويه، مش مشكله، ده لان هو بيبقى عامله محمل او هي دي سياسه تصنيعه. اما المهم فيه ان هو يكون بورسلين. طبعا عندنا ماركات كتير جدا في الصيني حلوه زي فتحي محمود، زي المستورد بكل انواعه، المهم ان هو يكون بورسلين. ده بالنسبه للطقم الصيني، وده تقريبا ما ينفعش حد يستغنى عنه، لان ما ينفعش عروسه عندنا في مصر ما تخشش بطقم صيني.
اما الطقم معانا الثاني وهو طقم الفطار. طقم الفطار ده احنا مش بنفطر فيه، يعني هي برضو ده المفروض ان هو الطقم الفطار ده يتقدم في الفطار. يعني احنا المفروض لو احنا ناس اتيكيت كده بنطلع الصبح في البلكونه وقدام مننا الاشجار، المفروض بنحط في ده الشاي بلبن وبنقدمه بقى في الفنجان مع طبق صغير بنحط فيه الباتيه او بنحط فيه الجاتوه ونبدا نفطر بيه الصبح. احنا ما بنعملش كل ده، فاحنا بنجيبه بنقوم حاطينه في النيش، فبالتالي بيترص في النيش ده ما بيطلعش. يعني احنا ده عندنا طقم، والطقم ده على فكره كمان ممكن نستغنى عنه عادي جدا، ده لانه احنا الصيني ده فيه نفس الحاجات دي، يعني نفس البراد ونفس الفناجيل دي هنلاقيها هي في قلب الصيني، يعني عادي جدا ان احنا ممكن نستغنى عنه. بس هم بقى بيضحكوا علينا وبينزلوا منه اشكال لوحدها حلوه جدا، فبالتالي بيغروا البنات ان هم يشتروه، لكن هو احنا ممكن نستغنى عنه عادي جدا لان هو مش عملي بالدرجه اللي هي. اما بالنسبه للطقم الثالث يا جماعه وهو طقم الاركوبايركس. طقم الاركوبايركس فيه تشابه كبير جدا ما بينه وما بين طقم الاركوبات، بس طقم الاركوبايركس ده انا بقول عليه طقم نيش ده لان هو من الازاز العادي جدا، وبيتحط عليه الطبقه الخارجيه دي كمبيوتر، يعني دي طبعه بيتحط عليه كمبيوتر تحت درجه حراره. احنا بقى لما بنستخدمه مره في الثانيه وبندخله الميكرويف وبنغسله بالسبونش او غيره، بتبدا الطبعه دي بتروح او بتبدا تتمسح. يعني حتى احنا لو ركزنا في الطبق هنلاقي بدات تروح اصلا من قبل ما نبيعه، يعني هو بقى هو ده طبيعته وهو ده بيتعرض في النيش. فعشان كده انا بتكلم دايما وبقول ان طقم الاركوبايركس مش من الحاجات الاساسيه، فبالتالي انا بفضل لو عروسه تشتري تجيب منه طقم 30 قطعه، تجيب منه طقم صغير بحيث انها ترصه في النيش وما يبقاش غالي عليها. يعني احنا عندنا 3 اطقم، لو انت بقى عايزه عامله نيش صغير كده وعايزه تستبعدي طقم من الاثنين هنستبعد عن طقم الاركوبايركس او طقم الفطار، ممكن الاثنين دولت نشيلهم اصلا او ممكن نشيل اي واحد فيهم. كده اتكلمنا بصوره مختصره او قصيره عن الاطباق واستخداماتها وايه اللي بيتجاب وايه اللي ممكن نستغنى عنه. لو انتوا استفدتوا بجد من الفيديو، لان عرايس كتير جدا مستنيه الفيديو ده، اتمنى ان احنا نعمل لايك ونعمل شير. كان معاكم رؤوف يوسف، سلام.